قال الشريف الخامس خلال رد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي والوطني حول موضوع مطالبة بعودة بالنظام التقاعد دون احتساب شروط السن: إنه لا يمكن في وقت حالي للرجوع لنظام التقاعد النسبي. وأكد الشريف أن إيجاد التقاعد النسبي تم استحداث بسبب الظروف خاصة للبلاد خلال السنوات السابقة، وهذا لحماية العمال الذي فقدوا منصبهم فتح احتلالهم للتقاعد قبل بلوغ السن. بالمقابل أخص الوزير أن تطبيق هذا الإجراء أثر سلبا على الصندوق الوطني للتقاعد، حيث تم توقيف هذا الإجراء والعودة للإصلاح. إلى جانب ذلك، كشف الشريف أن هناك مشترك فقط مقابل متقاعدون واحد في الصندوق، في حين أن التوزين المالي يتطلب 5 مشتركين لمتقاعد واحد. في سياق المغاير، أوضحت الوزير أنه لا يوجد في تشريع العمل سن الأقصى للعمل سوى ما قد تتضمن الاتفاقيات أو اتفاقية العمل.